بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أوباش، رئيس الشؤون الدينية في جمهورية تركيا العزيزة. صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور مروان أبو عاصم، رئيس لجنة القدس وفلسطين بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. صاحب الفضيلة فضيلة الأخ الحبيب والعزيز، كلكم إخوتي وأحبتي، الدكتور محمد هرمز، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس معهد التفكر والرئيس السابق للشؤون الدينية. صاحب الفضيلة فضيلة أخي الدكتور عصام البشير، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأمين العام لأمناء الأقصى. أصحاب الفضيلة والسماحة والسعادة، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واسمحوا لي إخوتي الكرام، قبل أن أتحدث عن ما أريد أن أتحدث به، أن أتجه نحو غزة، نحو غزة العزة، نحو هذا الشعب البطل، نحو هذا البلد العزيز، نحو بلد عسقلان كما يسميه الإمام الشافعي حينما مر قال: ولدت في عسقلان، وقصده أنه ولد بغزة التي هي تتبع عسقلان. وأوجه هذه الرسالة التي حقيقة لا تستطيع أبداً أن تعبر عن المأساة ولا تعبر عما يجيش في قلبي وفي قلوبكم، ولكنها ربما هي منفذ ومن خلاله نحاول أن نوصل ما يجيش في قلوبنا، أن نوصله إلى إخواننا في غزة، لنشاركهم في مأساتهم، ولنشاركهم أيضا بإذن الله تعالى في آمالهم وفي آلامهم. وإني حقيقة كما قلت أعترف اعترافا شديدا، لا لساني ولا قلمي قادران على التعبير، وإنما أحاول أن أبين وأرسل رسالة الاعتزاز والافتخار ورسالة المجد والعزم والابتكار. فقد عجزت الأمة أن تثبت، الأمة الإسلامية في هذا القرن، أن تثبت أمام طغيان دولة الصهاينة، ولكنكم أنتم يا أهل غزة وضفة أيضا أحدثتم شرخا لم تقفوا في وجه الطغيان فقط، وإنما أحدثتم شرخا في هذا الكيان لن يلتئم أبدا بإذن الله تعالى. وحققتم أول شرط من شروط القضاء على المفسدة الثانية بنص القرآن الكريم: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. فقد حققتم بتصرفكم الأول ورد الفعل الذي ترتب على هذا، حققتم هذا السواد، سودتم فعلا وجوه العدو في كل الجوانب، في الحرب وكذلك في الجانب الأخلاقي. وإنني أؤكد كل ما قاله فضيلة أخي العزيز دكتور علي، وأؤكد كل ما قاله فضيلة أخي العزيز دكتور مروان. كل ما قالوه هنا يأتي ما فعله إخواننا في غزة وما فعلته هذه الدولة الصهيونية النازية الإجرامية في غزة.
ومع ذلك حققتم هذا الشرط الأساسي، وإن كان الثمن كبيراً والتضحيات جساماً، ولكن الله اختاركم واصطفاكم من بين العالمين لتحقيق هذه الأهداف وللدفاع عن المسجد الأقصى والقبلة الأولى. فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، ونحن حقيقة نقف معكم بكل ما يمكن. ولو كان كما طلبنا، لو كان هناك مجال والله لطرنا إليكم ولقلنا ما قاله الشاعر السير بالقطا: هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. ولكننا مع الأسف الشديد يزداد ألمنا بعجزنا. مع الأسف الشديد أمتنا عاجزة، وبالتأكيد علماؤها أيضا غير قادرين إلا على ما يستطيعون فعله، وهو قضية البيانات والمقترحات. ومع ذلك فالعلماء وعلى رأسهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يألوا جهدا بقدر طاقته. من يوم طوفان الأقصى الاتحاد يعمل ويقترح ويقابل الرؤساء والوزراء ويوجه الأمة. وكان آخر توجيه وليس آخرا كان التوجيه أو الفتوى التي صدرت من لجنة الاجتهاد والفتوى. وإنني حقيقة بالمناسبة رأيت حديثا ضعفه الكثيرون بالمناسبة، ولكن الحافظ ابن حجر قال له شاهد قوي جدا. هذا الحديث حقيقة حول عسقلان، حيث روي عن أنس بن مالك مرفوعا: عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 من الشهداء وفودا إلى الله، وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم، تسج أرواحهم تسج أوداجهم دما، ويقولون: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيقول الله سبحانه وتعالى: صدق عبادي اغسلوهم فيخرجون نقاء بيضا فيسرحون في الجنة حيث شاءوا. قال الحافظ العسقلاني في القول المسدد، لأن حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال الحافظ في القول المسدد قال: وجدت له شاهدا من حديث ابن عمر إسناده أصلح من طريق أنس. ثم أنا شخصيا رجعت إلى الحافظ الهيثمي وقال الحديث الآخر الذي، ثم رجعت حقيقة إلى مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي فقال: هذا الحديث كل رجاله ثقات وفيه عقال وهو هلال بن زيد بن يسار، وثقه ابن حبان وضعفه آخرون، ولكنه بمجموع الروايات والأسانيد ينهض حجة. هذا الحديث حقيقة سبحان الله كأنه فعلا يطابق تماما ما وقع سبحان الله لأهل غزة. رسالة أخرى بالإضافة إلى أمتنا الإسلامية: حكاما ومحكومون، والله نحن في الاتحاد والعلماء أمثالكم، نحن لسنا ضد أي شخص إلا الشخص الذي يخالف شرع الله ولا يقوم بواجبه في هذه المحنة الشديدة. فلذلك يجب على أمتنا الإسلامية أن تتحرك حركة أحسن وأقوى
وتضغط تماما لمنع هذا العدوان الذي تجاوز كل الحدود، كما قاله فضيلة الشيخ مروان وكذلك فضيلة الشيخ علي. لذلك إخوتي الكرام لا يجوز للأمة، كذلك رسالتي إلى الأمة الإنسانية التي قالها أيضا فضيلة الشيخ علي: أين الإنسانية؟ رغم أنه الحمد لله أن أقول إن الإنسانية حقيقة تحركت في العالم الغربي، في أمريكا قبل العالم الإسلامي، فلذلك نحيي هذه الروح، ولكن نطالبهم في هذا المنبر بأن تتحرك أكثر وأكثر لمنع العدوان. إلى اليوم لم تؤثر كل هذه الحركات في منع العدوان على غزة، فيجب أن تصل حركاتنا إلى منع العدوان على غزة. نحن يهمنا أن يتوقف العدوان في غزة، وأن تعاد غزة، وأن لا يهجر أهل غزة. هذا الذي نريده، وهذا الذي نرجوه، وهذا الذي نعمل له بكل طاقاتنا. رسالة ثالثة حقيقة إلى السياسيين الحكام وداخل العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي. هذه الرسالة رسالة نصح وحكمة، ولكنها رسالة تحذير أيضا. أنا لا أعتقد أن الأمة الإسلامية والأمة الإنسانية تتحمل أكثر، ستتفجر وستؤدي ذلك إلى اضطرابات في عالمنا العربي والإسلامي وبلا شك. وهذا الاضطراب ليس من مصلحة المسلمين ولا من مصلحة الغربيين ولا من مصلحة الإنسانية، حينئذ تنفلت الأمور. فلذلك أوجه رسالتي إلى جميع السياسيين من مختلف العالم أن يتحركوا قبل أن تنفلج قبل أن تتفجر هذه الأمم أو هذه الشعوب أو هذه الدول. وحينئذ كما قال الآية الكريمة التي تلاها: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فلذلك إخوتي الكرام يعذبكم عذابا، هذا العذاب إلا تنفروا. هذا ليس فتوى للعلماء. الناس مع الأسف الشديد ناقشوا فتوانا كأنها فتوى اجتهادية صدرت من لجنة، بينما هذه حقيقة نصوص شرعية، آيات قرآنية تطالب الناس جميعا، حتى بالنسبة لغير المسلمين. إمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله في كتابه السير الكبير يقول: يجب على خليفة المسلمين إمام المسلمين أن يدافع عن المظلومين إن كان قادرا على ذلك، حتى ولو أدى ذلك إلى إعلان الجهاد. فحماية المظلومين شريعتنا وشريعة داخل كل الشرائع الإسلامية والإنسانية. أين هذا؟ ولذلك ما دامت المناقشة حقيقة إخوة الكرام، ما دامت الفتوى تناولها البعض، إذا تسمحوا لي باختصار شديد أنا أمر عليها مر الكرام على رد على هذه الفتاوى، حتى نحن العلماء بلا شك أنتم على ثقة نزداد ثقة بأن هذه الفتوى ليست فتوى صادرة من فئة، وإنما هي نابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشبهة الأولى حقيقة قالوا لم تستأذن أو لم يستأذن أهل غزة الدول العربية والإسلامية. هذا من ناحية الشرعية. إخوة الكرام أنتم علماء، عندنا فرق بين جهاد الطلب وبين جهاد الدفع. في جهاد الطلب نعم يجب الاستئذان، ولكن في جهاد النفر أو جهاد الدفع بإجماع العلماء يجب الذي قلناه في الفتوى هو الموجود في كتب الفقهية، وهو المدلول عليه بالكتاب والسنة. إذا احتلت أرض إسلامية مش لا أقول الأقصى، أي أرض إسلامية يجب على أهلها، ونص بأنه لا حاجة إلى الاستئذان من الوالد ولا من الزوج، هذا نصوص الفقهاء.
فأهل غزة قاموا بهذا الواجب، أرضهم محتلة ومحاصرين 17 عاما، والأمة غافلة، والتطبيع ماشي تماما إلى أقصى حد، والقضية الفلسطينية إلى الإسيان، واللاءات العربية إلى كلمة نعم في كل هذه المجالات. ما الذي هم قاموا بالواجب، فبدل أن نشكرهم وأن نقف معهم نقول لا والله أنتم ما استأذنتم. طيب يستأذنوا من بالمناسبة؟ هل هناك إمام المسلمين حتى يستأذنوا؟ ولذلك إخوة الكرام هذه شبهة باطلة. الشبهة الثانية التي قالها هؤلاء أنهم قالوا في قضية هذه الآية الكريمة التي أشار إليها أخي الدكتور مروان، نعم، وإن استنصروكم في الدين وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه الآية في سورة الأنفال، آية حتى ما أدخل في تفاصيلها 72 تقسم المسلمين إلى المؤمنين حقا الذين استجابوا لله وللرسول وهاجروا، ولكن مجموعة لأي سبب بقوا في قراهم أفرادا ولم يهاجروا. نص الآية الكريمة أقرأها على حضراتكم: ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم. هذا ليس لكم ولاية لأنهم لم يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأرض ليست أرضا إسلامية مثل غزة، وإنما أرض يعني مثل الناس الذين يعيشون في لندن ولا يعيشون في أمريكا، ليس لنا يعني من ولايتنا منهم، ولايتهم ليس لنا ولاية لهم. دول لو صار أي شيء هم لابد أن يحلوا مشاكلهم. الدول الإسلامية تسعى لحل مشاكلهم ولكن لا تتدخل، ولا يجوز لها أن تتدخل بنص القرآن الكريم ما دام بينهم. هذا هو القياس. أما أرض غزة المحتلة، شوف إخوة الكرام، لا يمكن أن تقاس على هؤلاء على أرض كافرة أصليا وناس لم يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بالمناسبة حتى قضية الإذن، إمام الشيرازي يقول أن الإذن يعني إذا كان هناك مصلحة، لا يعني القضية مستعجلة حتى في جهاد الطلب، إذا كانت القضية مستعجلة وتحقق مصلحة فإنه أيضا لا يحتاج إلى الإذن وجوبا، ونص على ذلك علماء آخرون. وطبعا هنا حقيقة ويدل على ذلك إخوة الكرام حديث سلمة بن الأكوع حينما سمع أن مجموعة من الناس جاءوا في أطراف المدينة وغزوا المدينة، والحديث صحيح في مسلم وفي البخاري أيضا. غزوا وأخذوا فورا، صاح صيحة، ثم جمع هو بنفسه وحده فتابعه وقاتلهم حتى استرد اللقاح واللقاح، أي الإبل التي ذات اللبن وحديثة الولادة، فاسترجعها منهم وأخذ منهم أيضا حوالي 30 يعني شيئا تركوه مع أنفسهم. فهذا دليل بأنه هناك بعض الحالات حتى في حالات جهاد الطلب وليس في جهاد نعم الطلب وليس في جهاد الدفع. وطبعا هذا الحديث كما قلت صحيح. قضية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كأنهم هم حريصون على أهل غزة ويقولون أنتم ليش ألقيتم يعني أنفسكم في التهلكة. حقيقة هذا فسره الحديث الصحيح المتفق عليه بأن المقصود بإلقاء التهلكة هنا عدم الإنفاق في سبيل الله، وهذا تقريبا حديث مشهور جدا. عدم الإنفاق في سبيل الله هو التهلكة. كيف يكون التهلكة؟ لأنه إذا ما أنفقنا المال على الجهاد سيأتي العدو وحينئذ يهلكنا. شوف الهلاك موجود. إذن المقصود بالتهلكة التهلكة الحالية والتهلكة المآلية. فلذلك إخوة الكرام، وهكذا أنا حقيقة مشيت في هذه المسألة برد مطول، لكن لا أريد
أن أطيل، ويمكن فيما قلته إن شاء الله إشارة واضحة بأن كل ما قالوه في الرد على الفتوى ليس له مستند شرعي إلا مستند سياسي. نعم، يمكن أن يؤخذ السند السياسي على العين والرأس، أما مستند من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم أجد حقيقة بمنتهى. ومع ذلك إخوتي الكرام، نحن في الاتحاد لسنا دولة ولسنا جهة سياسية، ونحن لا نعلن الجهاد، وإنما نطلب من الحكام أن يعلنوا الجهاد، وهذا فرق بين المسألتين. نحن لسنا جهة سياسية ولا جهة تستطيع أن تصدر تقول جاهدوا والناس يجاهدون، وإنما نحن نبين الحكم الشرعي، كلامنا وفتوانا في دائرة البيان فقط. هذا ما أردت بيانه. وأخيرا إخوتي الكرام، ونحن في هذا البلد العزيز تركيا التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها رئيسا وحكومة وشعبا، أن يحفظها من كيد الكائدين وشر الحاسدين. نشكر تركيا على مواقفها، ولكنها نطلب منها المزيد، نطلب من تركيا المزيد، وتركيا قادرة إن شاء الله على فعل المزيد، تستطيع أن تفعل الأكثر، ونحن معه، والله قبل كل شيء مع تركيا. وإن شاء الله تمشي تركيا بكل حكمة وسداد ورشاد في تحقيق إيقاف هذا الحرب في غزة وفي ضفة، وإن شاء الله وكذلك بالمناسبة في السودان. فدور تركيا دور كبير، أسأل الله أن يحفظ تركيا. كما أنني أشكر أخي معالي الشيخ علي على تخصيص خطبة الجمعة، خطبة جمعة أمس كانت خطبة موحدة حول غزة، ولم يكتفي بذلك بل إنه طلب منهم التكبير، فجزاك الله خيرا، وجزا الله علماء تركيا خيرا. إني أحييكم وإني أعتز بكم كل الاعتزاز، فجزاكم الله خيرا، وأنتم أملنا ونحن معكم إن شاء الله في تحقيق الخير لهذه الأمة الإسلامية. بارك الله في الحاضرين والحاضرات والعالمات والعلماء على حضوركم المكثف الجيد. ويجب كما قال أخي الدكتور أن لا نكتفي بما نحن في هذا الاجتماع، أن نضع خطة عملية، ما يسمون الخطوات العملية، خارطة الطريق إن صح التعبير، إلى الوصول إن شاء الله إلى إيقاف العدوان، ثم إعادة الإعمار بإذن الله تعالى، ثم نزورهم بإذن الله تعالى، نزورهم بإذن الله تعالى وهم جميعا مرفوع الرأس، ونحن إن شاء الله سعداء بكل ما نقدمه لهم. فبارك الله فيهم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم أن ينصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا، وأن يؤيدهم أن تؤيدهم يا رب بجندك، أن تنصرهم نصرا عزيزا، أن تهلك هؤلاء الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ما تركوا شيئا. اللهم دمرهم تدميرا وتبرهم تتبيرا يا ربي، ولا تترك لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية يا الله، يا حي يا قيوم يا قهار يا قادر، والله إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.